تعال اقول لك ازاي تحل مساله في 5 ثواني وجا في امتحان اكتوبر 2020 وكان موجود في سيكشن 3 انا without using calculator، وكانت سؤال رقم 12 وناس كتيره وقعت فيها لان في ناس حلتها بحاجه اسمها اللونج ديفيجن. انا عارف اللونج ديفيجن بتبقى صعبه بالنسبه لك ولكن انا مش هحل بيها كده. تعال اوريك هنحلها ازاي. يلا بينا يلا بينا. بص يا سيدي، لما تجي لك مساله بالمنظر دوت بيقول لك which of the following expression is equivalent to y، وعندك هنا x باور 3 على x minus 3. لاحظ حاجه ان هنا الريمايندر مختلف 5 و3 وهنا نيجاتيف 8 وهنا الريمايندر بزيرو. طيب افرق ما بينهم وما بين بعض ازاي؟ ما دام هنا الريمايندرز كلها مختلفه ممكن استخدم حاجه اسمها الريمايندر ثيورم. اللي انا اعمل ايه؟ لو كان الاكس ماينس 3 دوت ايكوفالنت تو 0 يبقى الاكس ايكوال كام؟ يبقى الاكس ايكوال 3. وده معناه اعمل ريبلاسمنت هنا وهنا وهنا. يلا بينا يلا بينا. ادي 3 باور 3 ماينس 3 تايمز 3 باور 2 بلس 2 تايمز 3 ماينس 1. خلي بالك ده 27 ماينس 27 راحوا مع بعض. هيتفضل معاك 6 ماينس 1 تدينا ايكوفالنت تو 5. المساله خلصت. يعني الانسر في الكيس دي هتبقى ايكوفالنت تو كام؟ ايكوفالنت تو 8. يبقى الموضوع بقى سهل جدا جدا جدا. مجرد ما حضرتك بتبقى فاهم فكره الريمايندر ثيرم وتبص على التشويسز بتاعتك لقيتهم كلهم مختلفين، اسحب الاكس ماينس 3 ايكوفالنت تو 0 والاكس ايكوال 3 واعمل ريبليسمنت فوق، هتلاقي الموضوع بقى سهل جدا. 27 ماينس 27 راحوا مع بعض ويتفضل معاك 6 ماينس 1 ايكوفالنت تو 5. موضوع سهل جدا. تابعني كتير جدا من الفيديوهات اللي جايه اللي انا بتكلم فيها على ازاي تبقى انت سريع وفي نفس الوقت تحل صح، لان في بعض المدرسين ممكن يعلمك خطوات ويكون شخص محترم جدا ومدرس هايل جدا ولكن عنده مشكله في ازاي يوصل لك المعلومه صح وبسرعه. وده هدفنا خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، اعمل انكريسنج للليفل بتاع حضرتك بشكل كبير قوي. اشوفك دايما على خير. معاك امير حميد. Maths House Institute for American Diploma.